ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى، يعني احنا عارفين ان الجو دلوقتي متقلب، يعني شوية حر شوية برد. فاللي هو اكتر الايام فيه هوا وريح شديد. فاللي هو يعني تيجي تبص كده تلاقي من تحت البيبان بتاع البلكونات الشبابيك الحاجات دي متعفرة ومتبهدلة. فقلت بقى ايه، اشيل الحاجات بتاعت حماتي، ركنة حماتي، واكنسها كده واظبطها. بس هو يعني ترويق عميق شويتين تلاتة كده، فاهمين؟ فقبل ما ابدأ الفيديو، قبل ما اقولكم انا هعمل ايه، بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا كومنت حلو يشجعني. اللايك اهم حاجة، انتوا بتنسوا تحطوا اللايك، انزلوا حطوا اللايك. وطبعا يعني بتشرف بالناس الجديدة اللي دخلت لي ويا رب القناة تعجبهم، ويا رب يكون المحتوى كويس ويعجبهم. وطبعا شرف لي اي حد اشترك في القناة، كلكم على راسي والله العظيم. انا هنا شلت الركن خالص بتاعت حماتي وطلعتها البلكونة في الشمس. الشمس كانت جميلة يومها وطلعتها، اتشمست وحمست كده، وبعد كده نفضتها. والركنة بقى قلت ان انا اكنسها من تحت الركنة، بما ان بقى الرياح بقى بتدخل تراب ورمل وحاجات من دي. فقلت ان انا هعملها من تحتها وتكون ترويقة حلوة يعني كده تستاهل. بصوا بقى، الشبابيك انا شايلاها حطيتها في الحمام نغسلها في الحمام. الشبابيك شلت الازاز والسلك والشيش وكل حاجة، يعني بمسح بس البراويز بتاعة الشباك، والشباك غسلناه في الحمام و آه ومسحت كده البراويز بتاعتها وخلاص. يعني هو كده اسهل لنا واحسن لنا. انا عادي بغسلهم وهم مكانهم، بس اللي هو يعني كانوا هيعفروا الركنة، كانوا هيعذبوني وهم متعلقين، فبروح شايلهم خالص. حتى بعمل كده في شقتي برضو، يعني لما باجي اغسل في شقتي بعمل نفس الموضوع ده كده. يعني انا بعد ما خلصت عند حماتي العمايل دي كلها، رحت شقتي بس بقى بمساعدة جوزي خليته فكلي كل الشبابيك، غسلتها انا في الحمام وهو اخدهم مني وعلقهم. فاللي هو عملنا انجاز عشان هو معايا. لما بكون لوحدي الصراحة بكسل، والشبابيك بتبقى يعني تقيلة وكده وكمان ما بتتفكش بسهولة. فاللي هو بستغل مثلا يوم اجازة كده ولا حاجة وبخليه يفكهم لي خالص. وانتي بقى ممكن تعملي كده، هتلاقي الموضوع سهل خالص بالنسبة لك. فاللي هو استعانة بحد، حد يساعدك في موضوع الشبابيك ده. انما الترويق طبعا هو عمره ما هيجي يشيل معاكي ولا يروق معاكي، الا بقى يعني اللي بيساعده. المهم بقى، انا بعد ما طلعت كل حاجة في الركنة ومسحت الشبابيك والحيطة كده حواليها، كنست فوق الركنة كده، وبعد كده شديت الركنة خالص وكنست وسيقت تحتها. لان طبعا مهما كانت الحاجة نظيفة بتلاقي برضو تحت الركنة حاجات. يعني عايزة اقول لكم ان انا لما باجي اشيل الركنة بتاعت انا بلاقي تحتها حاجات ممكن غايبة من شهرين تلاتة مش لاقيينها. مثلا اللي هو مثلا الاقيلي كده شوية اقلام، شوية توك، اللي هو الرمود. بتلاقي بقى فلوس، تلاقي اي حاجة بتلاقي. فاللي هو تنظيفة كده كل مثلا 4 5 شهور مرة. يعني اللي هو مش كل ما بنضفها بعمل العمايل دي فيها، لا ما بعملش كده كل مرة اكيد. بكنسها وبمسحها وبظبطها، بس اللي هو مش بشيل الركنة من مكانها كده كل مرة. طبعا الناس الجديدة اللي دخلولي طبعا مشرفيني ومنوريني، وربنا يا رب آه، يكون القناة عجبتكم. واللي ما يعرفنيش يعني كل الروتينات ان شاء الله تبقى في بيت العيلة عند حماتي وشقتي كمان، يعني هنا وهنا. طبعا يعني هو الروتين النهاردة يعني هو تقيل بالنسبة لي بس خفيف بالنسبة لكم، لان انا يعني ما صورتش حاجات كتير. اللي هو ملخصه لكم اليوم كله في 10 دقايق عشان ما اطولش عليكم. برضو في ناس ما بتحبش الفيديوهات الطويلة،
فاللي هو انا بعمل لكم حاجات مختصرة خالص، ممكن تبان ان هي حاجة ما خدتش وقت، حاجة مثلا سهلة، بس ممكن نكون اصلا الموضوع ده خد مني يوم كامل، فاهمين؟ اللي هو انا اصلا عملت الركنة والصالة طول اليوم وانا بعمل فيهم، لان بطلع وبدخل وبشيل وبحط وكده. فاللي هو يعني ممكن اصلا يكونوا اخدوا مني يوم كامل، بس انا بحاول ان انا الخص لك كل اليوم ده في 10 دقايق. وطبعا مش حاطلك اليوم كامل، لان انا حاطلك الركنة الترويق الحاجات دي، انما في حاجات تانية يعني اضافية في طبيخ ما نستغناش ان احنا طبعا ما نطبخش. بس انا ما فضيتش ان انا اصور ده واصور ده وانقل هنا وانقل هنا، في مواعين في حاجات تانية بيت العيلة ما تقدرش تستغنى عنها. اللي هو يعني انا صورت لكم حاجة معينة عايزة اوريها لكم ان انتوا تتشجعوا وتعملوا الترويقة دي. وطبعا عارفة ان كله طالع بقى من بعد العيد كله مروق ومظبط، وكلنا ستات بيوت وكلنا شاطرين وبتعملوا احسن مني كمان. بس هو يعني الفكرة ان احنا بنشجع بعض وبوريكم الاجواء برضو ازاي. يعني الناس بتكتب لي احنا بنحب المحتوى بتاعك عشان آه، يعني ما فيش الكلام ده كتير دلوقتي، يعني صعب ان انت تلاقي الكلام ده. بس هو مش صعب عندنا الصراحة، لان احنا كبلد ارياف كله بيتجوز في بيت عيلة، الا قلة قليلة قوي من اللي بيتجوز لوحده. فعادي الموضوع بالنسبة لينا احنا عادي كأرياف. انما المدن الحاجات دي بتلاقي الموضوع مختلف عنهم، لان هم يعني مفتقدين الموضوع ده، مفتقدين بيت العيلة واللمة والحاجات دي كلها. بس يعني يعني مش برضو عشان احنا في ارياف كله في بيت عيلة وكله بيعمل كده. ممكن تلاقي واحدة مجوزة عيالها وكلهم في بيت عيلة، بس تلاقي المشاكل ما بتخلص. يعني انا مش بقولكوا كل بيوت العيلة كده، بس هو يعني لكل فعل رد فعل. مش هتبقى واحدة حلوة والتانية هتبقى وحشة معاها، ومش هتكون دي وحشة ودي حلوة معاها. فاللي هو انتي لما تكوني كويسة مع حماتك هتبقى كويسة معاكي وهتحبك وعمرها ما هتزعلك. مش انتي هتبقى حلوة معاها وهي هتكون مش كويسة معاكي. لا انا يعني كل فعل رد فعل. لما تكوني كويسة معاها تكوني حلوة معاها، عمرها هي ما هتردلك الحسنى بالإساءة. يعني اكيد بشوف ناس اصلا هما بيحكوا حاجات هما بيعملوها وشايفين ان هي حاجات عادي، اللي هما ممكن يعني مش مكسوفين ان هما بيحكوها. احنا عملنا كذا وكذا، والاخر هي بتقول كذا. طب ما انتوا بصوا على نفسكوا، شوفوا انتوا بتعملوا ايه، شوفوا انتوا بتقولوا ايه. اللي هما اصلا بيعملوا حاجة ما ينفعش تتعمل وبيقولوها عادي، يعني مفيش. فمش كل البيوت زي بعضها ومش كل الناس زي بعضها. كوني انتي الاحسن وكوني انتي الافضل، وكله هيبقى كويس معاكي وهيحبوكي وهيعاملوك بالحسنى طالما انتي كويسة معاهم. يعني ما تكونيش انتي مثلا مش كويسة معاهم او عنادية او انتوا فاهمين، وهم هيكونوا بلسم معاكي. فما تنتظريش الكلام ده. يعني لكل فعل رد فعل. وطبعا يعني انتي لو اعتبرتي حماتك زي مامتك، عمرك ما هتقعدي بقى ده بتقولي وبتعيدلي وتعملي. امهاتنا كلنا بتكلمنا وبتنصحنا وشوية تكون مزاجهم حلو وشوية برضو. يعني مش لازم تكون معاكي طول الوقت مثالية، لان احنا بيجي علينا وقت بنبقى مخنوقين زهقانين نفوت لبعض، فاهمين؟ اللي هو ما نقفش لبعض على الواحدة. في ناس بتتلكك، ده قالت لي وعدت لي عشان خاطر يمشوا ويسيبوه. فدول بقى ربنا يعينهم على نفسهم، فاهمين؟ فانتي حب حماتك ووديها وهديها و... وانتي هتلاقي رد فعل غير خالص. ربنا يهدي الامور ما بين الناس كلها وطبعا بقى انا خلصت الركنة، دخلت على الصلاة مطلعة المراتب بتاعة الكنب دي. ما صورتش الكلام ده لان طبعا ممكن يكون حد رايح جاي، فانا مش عارفة اخد راحتي في التصوير
عشان الخصوصية وكده. طلعت المراتب، طلعت كل حاجة تحت الكنب وكل حاجة في الصالة، كنست الصالة، وبعد كده مسحتهم مسحة حلوة. وبعد كده دخلت الفرش بتاع الكنب وفرشت الكنب، وفرشت السجاد بتاع الصالة، ودخلت الركنة وفرشتها، وخليت الموضوع يعني بيرفكت، ما فيهوش اي حاجة خالص. وبتحسي بقى باجواء كده حلوة، شايفين بقى النظافة، يا والله العظيم يا سلام عليا والله. بالله عليكم استاهل لايك على العمايل دي، والله انتم يعني مصوره لكم يعني مقتطفات كده، يعني تعبت جدا. بس ده